السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت قبل ما نبدأ إن شاء الله أعرفكم بنفسي. أنا عمرو جودة، مصمم ديكور ومتخصص في تصنيع الأثاث بخبرة كبيرة في مجال تصنيع الأثاث و... وإن شاء الله أقدر أوصل لك معلومة كتير من الناس ما قدرتش توصلها، أو بالطريقة اللي أنا شايف إن هي ما قدرتش توصلها، أو الموضوع مش بيبقى بيوصل لك عن طريق آه، مباشر، ولكن الموضوع بيبقى اكتر، يعني بيبقى معقد شويه. فمن خلال اللي انا شفته او الفيديوهات اللي اتفرجت عليها او معظم الناس اللي شرحت الموضوع ده، سواء آه، عرب او اجانب، فحسيت ان الموضوع برضو مش مقنع. فهحاول اوصل لك اللي انا وصلت له بطريقه سهله وبسيطه، بحيث انت تقدر تتعامل مع الموضوع وتفهم الموضوع بسهوله. دي حاجه. الحاجه التانيه، ان شاء الله هقدر آه، هتلاقي فيه اختلاف في المحتوى، لاني هكون بشرح لك الموضوع بطريقه بتخليك مش الطريقه اللي هي مثلا مصمم اللي بيشرح لك، او مهندس، ولكن الموضوع هيكون عن طريق حد متخصص في التصنيع، بحيث ان انت مش هتلاقي القطع اللي احنا بنصنعها مجرد ان هي بلوكات وخلاص. لا، هنكون داخل فيها شق التصنيع، اللي هو انت هتصنع الموديل مرة واحدة كأنك بتنفذه في المصنع. مش هتحتاج بعد كده ان انت لما تخلص خالص تبدأ تطلع له تقدر تطلع له كاتنج ليست، او تعمل له شوب دروينج على برنامج تاني. لا، هو كله هيخلص هنا في السكتش اب ان شاء الله. فهيكون الموضوع فيه تفصيلات بسيطة معظم الناس هتكون عارفاها، وفي ناس اللي هي جديدة هتكون مش عارفاها. فانت هتقدر تفهم ده كله معايا ان شاء الله واحده بواحده. الحاجه التانيه، ان انا هحاول على قد ما اقدر الحاجات اللي انا شفتها عيوب في الفيديوهات اللي الناس بتشرح بيها في الفيديوهات التانيه، هحاول ان انا ان شاء الله اتفاداها في الفيديوهات بتاعتي. فيلا بينا نبدا ان شاء الله على بركه الله كده اول محاضره، ونتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه هنتكلم عليها في الديناميك كومبوننت. الديناميك كومبوننت في برنامج سكتش اب هو خلينا نشيل الجزئيه دي، يعني الجزئيه دي احنا مش هنحتاجها. في سكتش اب هو عباره عن البلجن ده. هو مش بلجن على قد ما هو اصلا موجود معاك هنا في من السكتش اب. لو لقيتها مش موجوده، لو لقيت الايقونه دي مش موجوده، بتدخل هنا، بتكليك يمين على اي جزء في التول بار اللي فوق خالص ده، وبتيجي على حاجه اسمها دايناميك كومبوننت، دي بتكليك عليها كده بتظهر لك هنا. دي هو ده الدايناميك كومبوننت كله في الثلاث نقط دول او في الثلاث ايقونات دول. اول حاجه اللي هي علامه الايد دي، مش هنستخدمها دلوقتي خالص. علامه الكومبوننت اوبشن، وعلامه الكومبوننت اتريبيوت. الكومبوننت اتريبيوت والكومبوننت اوبشن هم دول اللي احنا هنشتغل بيهم في كل الديناميك كومبوننت. طيب، ايه تاني هنكون محتاجين نعرفه غير ده؟ هنكون محتاجين نعرف محاور الاكسس بتاعه السكتش اب. الزد اللي هو الازرق، والاكس اللي هو الاحمر، والواي اللي هو الاخضر. لازم تكون فاهم ان انت مثلا لو بتشتغل على محور الاكس، لازم تبقى عارف ان ده بالنسبه لك، هل هو عرض ولا طول ولا عمق. بمعنى ان انا مثلا محور الاكس ده بيساوي ايه، ان دي 900 975 على محور الاكس. لازم تبقى فاهم الرقم ده موجود على محور الاكس. لازم تبقى فاهم برضو ان الرقم ده اللي هو
1549 ده موجود على محور الواي. تبقى فاهم برضو ان الرقم ده 422 موجود على محور الزد. لازم تبقى فاهم الكلام ده. يعني انت يعني لما اقول لك مثلا 975 اكس، يبقى عارف ان انا اقصد ان طول الحته دي على محور الاكس بتساوي 975. لما اقول لك بنفس الوضع بالنسبه للواي والزد، فلازم الحاجات دي تبقى انت عارفها. تالت حاجه، الاكس والواي والزد لازم تبقى عارفهم عشان تبقى عارف انا واقف فين على محور الاكس وواقف فين بالنسبه لمحور الواي. يعني لما اجي اقول لك مثلا هنا النقطه صفر دي النقطه اللي هي بيلتقي فيها الثلاث محاور، بمعنى ان دي النقطه صفر. لما اقول لك البوزيشن صفر يعني انا هنا واقف على البوزيشن صفر. او لو انا اقول لك مثلا متر كده، يعني انا واخد متر من البوزيشن صفر. يعني بوزيشن صفر ده من هنا من الصفر لغايه 100، ده كده بوزيشن صفر بالنسبه للاكس، وبوزيشن صفر بالنسبه للواي، وبوزيشن صفر بالنسبه للزد. تمام كده؟ لازم اقول لك الحته دي بحيث تبقى انت مستوعب بعد كده اللي بيحصل. طيب عشان نعمل، اكيد طبعا كلنا بنشتغل على السكتش اب وعارفين يعني ايه نعمل موديل. مش هشرح لك بالطريقه اللي هي كاني بشرح للناس. اللي معظم الناس اللي هتتفرج على الفيديو ان شاء الله هيكونوا مهندسين وناس في المجال، فالموضوع هيبقى لازم اتعامل مع العقليه برقي شويه. فهنعمل مش هقول لك بقى في الاول ان انا هعمل بوكس والبوكس ده هحوله لديناميك، لا انا مش هعمل كده. انا هعمل هنبدا نشرح على اساس ان احنا بنعمل مثلا جنب لوحده. الجنب الوحده دوت بيبقى عباره عن مستطيل. لما اجي ابنيه في الاول بيبقى عباره عن من هنا من محور الصفر هنا بيبقى عباره عن 60 سم في 120، لا في 1.8. 1.8 ده اللي هو طبعا كلنا عارفينها بتبقى تخانه الكونتر. 1.8 يعني كده طولها 60. انا دلوقتي عملت ريكتانجل 60 سم اهو، ومن هنا 1.8 1.8 و60 سم. طيب اعمل ايه تاني؟ هرفعه او هعمل له بوش لفوق مثلا بمقدار 80 سم. 80 سم كده اصبح دلوقتي معايا جنب ده. اكتب لك الارتفاع كده 80 سم في 60 في 1.8. اول حاجه عشان اقول ان انا بدات اتعامل مع الدايناميك كومبوننت اللي هو اللي انا هسلكت الجزء ده وهاجي اقول له نسلكت الجزء كله كده. لازم يبقى كله معانا، طبعا عارفين يعني ايه سلكت للقطعه. وهنعمل كليك يمين ونقول ميك كومبوننت. اول حاجه بتظهر لنا القايمه دي. القايمه دي عباره عن، خلينا نشيل ديفينيشن، يعني هنقول اسم الحاجه اللي احنا بنعملها دي اسمها ايه. فانا هنا هقول سايت، ونحاول على قد ما نقدر نخلي الحرف الاول كابيتال عادي كاننا بنكتب انجلش عادي. سايد كده. لو عايز اكتب في الديسكريبشن هنا اي معلومات عن القطعه دي اقدر اكتبها عادي. كل الاجزاء اللي جايه دي يعني كل اللي بعد كده كل الحاجات دي مش مطلوب مني ان انا اعمل فيها حاجه في المرحله دي على الاقل. يعني مش مطلوب مني. وهقول كرييت. القائمه اللي ظهرت دي عشان خاطر انا كنت عامل حاجه بنفس الاسم يعني، فانا هسميها زي ما انا سميتها سايد برضو عادي مفيش مشكله. ده السايد اللي هو الجنب بتاعنا. كل المعلومات اللي احنا قلناها دي هتبقى موجوده فين؟ لما سلكت القطعه كده، حاجه زي اللي موجوده فوق هنا كده انتوا عرفتوه خلاص. هضغط هنا وهدوس على كومبوننت اتريبيوت وهضغط عليها كده سلكت القطعه.
هنا ما ظهرليش حاجه خالص غير ان هو ده سايد. طيب بقيه المعلومات اجيبها منين او هعمل ايه؟ طب اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي ان احنا مثلا السايد ده لما بضغط على الجزء ده في الشرح كده بيظهر لي كل الحاجات اللي انا اقدر اعملها. كل دي حاجات انا اقدر اعملها في الجنب بتاعي ده. في المرحله الاولانيه دي انا مش محتاج غير حاجتين اتنين بس. هنا النيم والسمري والديسكريبشن والايتم كود، كل الحاجات دي اقدر اضيفها للجزء ده. يعني اقدر اوصفه واقدر اعمل له مميزات يبقى اوبشن في الجزء ده. بس انا مش محتاج ان انا اعمل الكلام ده دلوقتي، لان انا ما بعملش حاجه كامله. يعني انا عايز بس اعرفك اول حاجه المفروض ان احنا نبقى عارفين ايه بالنسبه للحته دي. اول حاجه محتاجين حاجه اسمها البوزيشن ده اللي هو الاكس والواي والزد زي ما انا فهمتك عليهم في الاول. تاني حاجه السايز اللي هو الطول على الاكس والطول على الواي والطول على الزد. فانا هدوس كده سيلكت الجنب كده وهاجي ادوس على كومبوننت اتريبيوت، بنضيف له البوزيشن. هنا البوزيشن اكس واي زد، وهنا بنضيف له السايز اللي هو طوله على الاكس وطوله على الواي وطوله على الزد. طيب اول حاجه بالنسبه للبوزيشن، ليه هو هنا كاتب لي صفر؟ ليه كاتب لي صفر؟ لان هو هنا الجنب واقف على الصفر. طب انا اعرف منين ان الجنب واقف على الصفر؟ انت شايف الجنب كله قدامك مثلا 60 سم و80 سم 1.8. طب ليه هو بيقول واقف على الصفر؟ ما الحته دي كده مش واقفه على الصفر. اقول لك ليه. لان هو هنا لما بتيجي مثلا عشان تعرف الاكسس بتاع، خلينا نعمل واير فريم كده. لو انا جيت عملت هنا كده على الوحده بتاعتي الجزء اللي انا عامله واخترت كليك يمين واخترت حاجه اسمها تشينج اكسس عشان اغير الاكس بتاعه، فهو هنا جه قال لي بص الاكس بتاعه واقف فين؟ الاكس واقف فعلا على الصفر. يعني معنى كده ان هو قاري كل الجنب ده بالنقطه دي بس. يعني هو قاري النقطه دي بس، مش قاري الجنب كله. لا، هو بيتحكم في الجنب عن طريق النقطه اللي انت شفتها دي بس. فيعني لو انا اخدت الجنب ده مشيته كده في اي حته سبته، هو بص قرا المكان اللي هو فيه. طب لو انا هو قاري صفر على زد عشان انا ما رفعتوش، لو انا رافعه كده بص هو بيقرا البوزيشن من خلال الاكسس بتاع الجنب. طيب انا هرجعه مكانه على الصفر. ممكن ما ارجعوش من هنا خالص، ممكن اجي هنا واقول له صفر صفر انتر، وهنا اقول له صفر برضو صفر انتر، واجي هنا اقول له صفر صفر انتر. وضحت كده؟ فدي بالنسبه للاكس. بالنسبه لللين، اللين اللي هو لين على الاكس ولين على الواي ولين على الزد، ده اللي هو قاري هنا 60 لان ده فعلا طوله 60 على الاكس وواحد وثمانية، عشان خاطر هو فعلا واحد وثمانية بالنسبه للواي و80 سم بالنسبه للزد. طيب اكيد وضحت كده النقطه دي؟ وضحت. طيب اللي انا طالبه منك في اول جزئيه دي تعرفه اللي انت تعرف تعمل الجنب بالشكل ده. طيب انا ايه اللي اقدر استفاده كمان؟ يعني ايه اللي اقدر استفاده كمان في اول مره اتعرف فيها على الديناميك؟ تقدر تستفاد ان انت مثلا لو جبت جنب زي ده هنا، لو جيت ضغطت على الايقونه بتاعت كومبوننت اوبشن دي كده، هنلاقي ما فيهاش اي حاجه. ليه ما فيهاش اي حاجه؟ لان انا ما فعلتش فيها اي حاجه. ما فعلتش فيها اي حاجه ازاي؟ هقول لك انا. ده الكومبوننت اوبشن وده الكومبوننت اتريبيوت. اللي انت بتقوله هنا في الكومبوننت اتريبيوت بيترجم للكومبوننت اوبشن. بمعنى انا عايز اعمل للكومبوننت ده اوبشن. الاوبشن ده هعمله ازاي؟ لازم هاديت فيه في الكومبوننت اتريبيوت. طيب انا عايز مثلا هاجي هنا الاكس، مش ضروري ان انا مش محتاج ان انا اعمل فيه اوبشن. لا، الاوبشن بيبقى في هنا، هتقدر تفهم انت ليه. هاجي هنا مثلا هقول له هنا فاهمها لك واحده عشان ما تقولش انت دوست على ايه. في قايمه هنا يمين لما بسلكت الجزء كده كليك واحده عليه بيظهر لي قايمه هنا في اليمين. القايمه اللي في اليمين دي بضغط عليها بتطلع لي
هو هنا باي ديفولت سنتيمترز، مش ما العبش فيها، ما غيرش فيها، هو هنا بيخيرك انشز ولا سنتيمترز، فانت هتختار سنتيمترز اللي هي الوحده اللي احنا بنشتغل بيها. وهنا في الديسبلاي رول في عندك 4 اختيارات. اول حاجه users can see the attribute، يعني بيقول لك ان انت كمستخدم تقدر تشوف الاتريبيوت دي، بس تشوفها بس، ما تقدرش تعمل فيها حاجه تاني. فانت لو قلت اخترتها وقلت ابلاي فخلاص انت هتعمل كده. هنا بيقول لك users can see these attributes اللي هي اللي احنا واقفين عليها دي اول واحده. تاني واحده هم 3 بس. users can edit as a text box، يعني انت تقدر تكتب فيها، يعني تقدر تعدل فيها. يعني انت لو اخترت دي هتيجي هنا تختار في تختار هنا سنتيمترز وخلاص، يعني انت بقى مش هتأديت، مش هتعرف تأديت. هتيجي تأديت لو انت عاوز تأديت في الحته دي، هتيجي هنا كده، هتيجي في ال60 دي هتقول له مثلا تعملها 90 وتدوس انتر، فهو خليها لك 90. فهو هنا هو ده الايديت، ده اللي انت تقدر تعمله. طب انا مش عايز اعمل كده، مش قصدي كده، يعني انا مش قصدي اعرفك عشان تعمل كده، لا انا عايز اختار الاوبشن الاخير اللي هو الثالث، اللي هو users can select from a list. الليست دي انت اللي بتعملها. احنا مثلا احنا دلوقتي هنا فين؟ احنا هنا في الاكس ده اللي هو يعتبر بالنسبه لي عرض الجنب. فانا هاجي هنا على اللين اكس دوت اسميه العرض اللي هو ويدز. خلينا نكتب بالعربي ولا بلاش عشان خاطر ما نرجعش نغير، لان في حاجات كتير هنقابلها لازم نكتبها بالانجليزي. فهنكتب ويدز اي دي تي اتش كده، وندوس هنا على اد اوبشن هنا دي، وهنكتب مثلا ايه الجنب ده بحتاج منه ايه؟ بحتاج منه اعراض ايه؟ الجنب ده هحتاج منه من اول 35 سم، اللي هو مثلا لو انا بعمل مطبخ ومحتاج وحدات علويه، او فانا هاجي مثلا واسمحوا لي ان انا هخلط الموضوع عن طريق مثلا حاجه احنا بنشتغل فيها دايما. مثلا بنتكلم على الدولاب، على دريسنج، بنتكلم على مثلا مطبخ، بنتكلم على مثلا وحده حوض. فلازم هربط دايما الكلام، مش سكتش اب بس، لا هنتكلم الجزئيه دي احنا بنتعلمها عشان نستخدمها في ايه، يعني دايما هربطها بالجزء اللي احنا بنستخدمه عشان بيساعدنا فيه. فهاجي هنا مثلا اول حاجه قلنا ايه؟ جنب المطبخ بيبدا معانا من 35 سم، فانا هقول هنا اد وهكتب 35 انتر وانتر تاني. وفي برضو بنحتاج منه 40 انتر و50. انت هتعمل كل الكلام اللي انت بتحتاجه، يعني اكتب انا مش عشان ما يبقى الموضوع بس بسيط، انا هكتب لك الحاجات اللي انت يعني انت ما تعملش نفس الارقام اللي انا بكتبها. هتدوس هنا ابلاي كده، فانا هنا جيت بعد ما عملت الاوبشن اللي احنا اخترناه ده او اللي احنا عملناه، هاجي بعد كده اضغط على كومبوننت اوبشن، هلاقي ظهرت دي اتفعلت، الويتس اللي هي اتفعلت اللي هي العرض. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هلاقي ظهر عندي الاختيارات اللي انا عملتها. طيب الاختيارات اللي انا عملتها دي؟ هاجي مثلا اضغط على 35 وادوس ابلاي، هلاقي الجنب بقى معايا 35. طيب 40 بقى 40. طيب إيه كده انا مثلا الاستفاده اللي انا هستفادها من الجنب او من الحاجه اللي انا عملتها دي، ان انا مثلا انا هعمل له سيف كده. انا هاجي اعمل له بعد كده سيف اوت دي تو ديفايس مثلا، وهاجي the selected component has a non-default scale with you like save the component using the scale. هستخدمه زي ما هو بيقول لي، هسيبه زي ما هو كده، هسيبه بعمل له سيف اوت كده زي ما انا بسيبه على انه جنب. هاجي بعد كده لما انا عاوز مثلا جنب تاني، عايز اعمل جنب 60 مثلا، هاخده كده كوبي وهاجي عليه الاوبشن واعمله 60 على طول. خلاص انا كده مش محتاج ان انا
ابدا كل ما اجي اصنع حاجه ابدا اعمل لها موديلنج من اول وجديد. لا، انا معايا الجنب ده اقدر استخدمه زي ما انا عايز. لو انا عايز مثلا اعمل حاجه مثلا 240 كانه جنب دولاب مثلا، هعمله 240. هعمل نفس الاوبشن اللي انا عملته في اللين على الاكس هعمله في التخانه، وهعمله في اللين الزد. طبعا إيه، ده اللي انا عايزك تعرفه في اول حاجه بالنسبه للديناميك كومبوننت. مش عايزك تعرف اكتر من كده. إيه، هنقدر بعد كده ان احنا نضيف للجنب ده حاجات تانية نقدر نشتغل عليها. نقدر نضيف له خامة، نقدر نضيف له لو هو ضلفة نخليه يفتح ويقفل. لو هو قاعدة نقدر نركب فيه مثلا ليد، نقدر نعمل فيه حاجات كتير قوي. نقدر نخليه يتكرر اوتوماتيك. كل الحاجات دي بس بتتبني حاجة على حاجة. فانا عايزك تبدأ تجرب وتعرف وتعمل حاجات زي اللي احنا عملناها دي، بحيث يبقى انت مثلا عندك عرفت انت النهارده عملت الجنب ده بمواصفات معينه، اقدر اضيف له كل الاوبشن بتاع الطول والعرض والتخانه، واقدر اعمل له لسته ان انا افتح آه، سكتش اب. عاوز اعمل وحده، اجيب الجنب اللي انا عملته، احدد طول وعرض واشتغل منه على طول. ده بس اللي انا عايز اقوله لك النهارده في اول درس. اعرفه وركز فيه، بحيث بعد كده لما نيجي نبدأ نكمل عليه يبقى الأساس بتاعنا ثابت ونقدر نطلع لفوق بسرعة. أتمنى إن انتم تكونوا استفدتم، وأتمنى إن تكون طريقة الشرح عجبتكم، وإن شاء الله أشوفكم في الدرس القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.